محتاج قدوه زي محمد صلاح. طيب احنا عندنا مشكله. ايه هي المشكله؟ محمد صلاح لما طلع احترف بره احترف سنه صغير. احنا عندنا الانديه بتمسك في اللعيبه مش عايزه تسيبها. هقول مثال، احمد حمدي لاعب النادي الاهلي كان جاله عرض من فرقه ايطاليه، ودينيز الايطالي. اوكي، وخلاص وعايزينه. النادي الاهلي رفض. انا بس عايز اقول حاجه اتفضل. الاهلي رفض. النهارده احمد حمدي فين؟ احمد حمدي مش في الاهلي. تمام. احمد حمدي معار وبعد كده اتباع بنيه ان الاهلي يشتريه تاني. تمام. طيب ليه الاهلي ما سابوش من الاول؟ انا بتكلم كمثال. اقول لحضرتك كسياسه عامه. تمام. سياسه عامه. اوروبا اللاعب الافريقي بالنسبه له لما بيجي من افريقيا لاوروبا مباشره سعره بيبقى متدني جدا. صحيح. هو سعره بيعلى لما بيروح عندهم. مظبوط. فممكن الله اعلم ممكن يكون الاهلي عايز يرسي جزئيه انه اللاعب عندي خده بقيمته الحقيقيه، ما تاخدوش انا مني بمبلغ وتروح تسوقه بعد كده انت بمبالغ ثانيه. بص يا جماعه، عايز اقول حاجه. مبدا دي مش خساره. كلام حضرتك مظبوط، بس في نقطه، في عقود. يعني النهارده النادي المقاولين العرب بياخد فلوس من محمد صلاح. تمام. بعد بيعه. تمام. طب ما انا اعمل كده وانا بطلع اللعيب بتاعي الناشئ. طب ما انا احط بنود حق ان انا لو اتباع لنادي تاني ليا 20%، لو اتباع لنادي تاني ليا 15%، وهكذا. يبقى اللعيب بيتباع مره واثنين وثلاثه وانا باخد فلوس. طب دي محتاجه بقى ان الانديه حذو المقاولين العرب لان وتعيد حساباتها تاني في المساله ديت، لان احنا عندنا شباب كتير جدا 99 و97 دول هيتظلموا. صحيح. احنا عندنا قاعده كبيره جدا من الناشئين. هيتظلموا والله يا كابتن. لو سيبنا المجال للناس دي تحترف بره، مش لازم القيمه. انا ممكن اعمل عقد واخلي الفلوس تيجي، بس هتلاقي عندك في مصر وانت بتختار منتخبك هتلاقي عندك بدل 50 لا هتلاقي 100 وهتلاقي 200. يبقى عندك قاعده كبيره تقدر تختار منها، وكله في صالح منتخب.